عودة جديدة مع باكجات الأندية وحزم مدربين جديدة وباكج نجوم الأسبوع ودار الأبطال. شوية أخبار حلوة معانا في الفيديو ده، بس قبل ما نبدأ حط لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس. والبداية مع باكج نجوم الأسبوع وأبرز اللاعبين معانا. أول لاعب هو فينيسيوس جونيور اللي حرفيا بيعمل ماتش رايق قوي وبيعمل تقريبا هدف وبيصنع هدف، وهو كان من نجوم المباراة، فبنسبة كبيرة هنشوفه معانا في نجوم الأسبوع. تاني ابرز لاعب معانا هو لويس دياز اللي بيسجل هدفين وبيعمل ماتش رايق جدا ليه، وهو كان نجم اللقاء بماتش ليفربول، فبرضك متوقع بنسبه كبيره هنشوفه في باكج نجوم الاسبوع. واللاعب الثالث معانا من برشلونه اللي بتكسب 5-1 قدام فيا ريال وبيعمل هدفين هو رافينيا. في برضك ليفاندوسكي سجل هدفين بس نزل قبل كده في نجوم الاسبوع من حوالي الاسبوع اللي قبل اللي فات، فمتاكد بنسبه كبيره اللي هينزل معانا رافينيا في نجوم الاسبوع. عشان بس وقت الفيديو معانا توقعات كتير قوي، فدي الباكج نجوم الاسبوع اللي متوقع بنسبه كبيره هينزل معانا يوم الخميس. وبرضك معاه باكج دوري الابطال قدامك برضك اللي متوقع بنسبه كبيره هينزل برضك معانا يوم الخميس. ونيجي بقى على اخبار عوده المدربين القدام. في اخبار كتير قوي اتنشرت ان هو هيرجع مدربين القدام زي تشابي الونسو وجوارديولا، وهينزل معاهم مدربين جداد زي مثلا هانز فليك اللي عامل دلوقتي اداء رايق قوي مع برشلونه، ومدربين كتار قوي ممكن ينزلوا معانا الفتره الجايه. انا معاك ان في مدربين كتار هينزلوا الفتره الجايه، بس مش لدرجه ان هم هينزلوا تشابي الونسو تاني وينزلوا جوارديولا، او ممكن ينزلوهم بس حاليا الكلام اللي بيتقال دلوقتي معلوش اي دليل ولا اي حاجه ان هم جايبين الكلام ده من دماغهم، ان هو بيقول لهم هينزل تشابي الونسو وجوارديولا تاني، بس الكلام ده مش هيحصل نهائي. ممكن نشوف مثلا حزمه زي هانز فليك ممكن ينزل في فترات قادمه من اللعب بقى وينزل معاه مدربين تانيين، بس حاليا ما فيش اي اخبار. بس مؤكد ان هو برضو هينزل معانا مدربين جدد، بس ممكن حوالي كمان 3 شهور ولا حاجه بعد التحديث اللي هيحصل كمان شهرين. بعده بشهر بنسبه كبيره هيحصل هينزل مدربين جداد وباكجات جديده اللي انا هجيلك في الكلام اهوت، نزول كمان باكجات جديده. فانا حاليا عايز اقول لك الكل اللي انت حاليا بتحوشهم عشان باكج ميسي وباكج نيمار، او الكل اللي انت ناوي تصرفهم وتجيبهم باكج ميسي ونيمار، ما تستعجلش خالص، وهينزل معانا باكجات جديده زي ما بيحصل بكل مره. بينزل مثلا باكج ميسي بعدها بينزل باكجات جديده ب 900 كوين، او ممكن حاليا سعر الباكجات يزيد شويه على حسب سعر دلوقتي باكجات ميسي ونيمار، فممكن يبقى سعر الباكج مثلا 1200 كوين 1500 كوين 1000 كوين، فلسه لحد الان الكلام ده مش معروف، بس بنأكد هينزل كمان باكجات ممكن حوالي كمان 3 شهور زي ما قلت لك بعد التحديث بشهر ممكن ينزل معانا بنسبه كبيره باكجات جديده. فبرضك حاليا حوش الكوين ما تصرفهمش على باكج ميسي ونيمار، هم مطولين حوالي سنه، فما تستعجلش على الباكجات ديت. وبس كده كان فيديو، تعمل لايك وشير للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس وتابع القناه لكل جديد، واشوفكم في فيديو جاي بصحه وسلامه. سلام.